حضرات النظارة والنظرات، أهلا وسهلا بكم ربما في حلقة جديدة من لوجيك السياسي. كما العادة باش نستعرضوا مع بعضنا أهم أحداث الأسبوع وننطلقوا مباشرة مع أهم حدث اللي كان بالتأكيد ربما الخطاب التاريخي متاع سيادة الرئيس المفدى سي المنصف المرزوقي. هذا الخطاب اللي كان بالتأكيد عميق في معانيه وابعاده، وكان عنده صدى مختلف عند الجمهور العريض وذلك حسب انتماءاته. نشوفوا إذن حضرات النظارة والنظرات كيفاش أنصار الترويكا والمرزوقي سمعوا هذا الخطاب. كذلك هوني نشوفوا كيفاش المعارضة فهمت هذا الخطاب. زهقت يا ناس من اللحمة البلدي والعجول، هسيبها خلاص وهاكل طعمية بزيت وفول. هسيبها خلاص وهاكل طعمية وزيت وفول، طعمية وزيت وفول. نشوفوا كذلك الآن كيفاش الجمهور العريض ربما فهم هذا الخطاب. 今進められている様々な改革はどうせ全部全て奴ら多数派のための改革じゃないか。我々少数派はそんなものに期待しないし、もちろん協力もしない。 واخيرا نشوفوا المعنى الحقيقي لخطاب سيادة الرئيس، واللي ما فهمه كان شخص واحد وهو من اقرب المقربين ربما لسيادته والوحيد اللي يفهمه عرمش. ونقعد إذن حضرات النظارة والنظرات في أهم الأحداث السياسية، ومن بينها وبالتأكيد انعقاد المؤتمر التاسع لحركة النهضة، واللي باش يكون ربما مناسبة لتكريس الديمقراطية والتداول على السلطة داخل الأحزاب. وفي هذا الإطار باش يعرف المؤتمر برشا تشويق وتنافس ربما حول من سيكون رئيس النهضة الجديد، ويا جبل ما يهزك ريح يا نهضة بعد أكثر من 20 سنة من رئاسة السيد راشد الغنوشي. هدخل نتعرفوا إذن مع بعضنا على المترشحين الثلاثة لهذا المنصب. عندنا إذن المترشح الأول وهو الشيخ راشد الغنوشي، ثم المرشح الثاني وهو الأستاذ الغنوشي راشد، وأخيرا المترشح الثالث وهو السيد راشد الخريجي الغنوشي. فعلا إذن حضرات النظارة والنظرات منجموا كان نباركوا مثل هذا التشبيب للساحة السياسية، وهذا المثال في الديمقراطية اللي يحزدون عليه كل دول العالم. ونواصلوا باش ما نقولوش نتابعوا مع الخبر الموالي، واللي كان انقطاع المياه على عدد من المناطق، مما اثار الكثير ربما والكثير باش ما نقولوش برشا احتجاجات وصلت الى اعمال عنف ومواجهات مع الامن في بعض الجهات. هذاك علاش معنا اليوم الشيخ راشد الغنوشي في الاستوديو باش يفسر لنا شنو اللي صار بالضبط. السلام عليكم ورحمة الله أخ توفيق، واسمح لي أن أعبر على تضامني مع كل المواطنين الذين انقطع عنهم الماء في هذا الطقس الحار جدا. وكل حال فالحكومة لم تقصر معهم أبدا، إذ أنها قامت معهم بإجراءات لازمة وإجراءات صارمة والحمد لله. عفوا شيخ راشد نقص عليك بالعسل، ولكن لو كان تفسر لنا الاجراءات هذه، خاطر بصراحه يبدو انه المواطنين مازال ما جاهمش الماء لحد هذه الساعه. في البداية والحمد لله، صحيح أن الماء لا يزال مقصوصا، ولكن نحن قلنا على الأقل في غياب الماء نوزع على كل مواطن حجرة كيف ما هذه يعني باش يتيمم بها، وبإذن الله يعني نعوض لهم الماء في الوضوء يعني. ولكن للأسف الشديد ما زال بعض المواطنين ما عندهمش درجة كافية من الوعي، فأخذوا الحجر يعني وضربوا به أعوان الشرطة، وهذا هو سبب المشكل يعني. أما الحكومة فهي شرعية ومنتخبة وأقوى حكومة في تاريخ البلاد والحمد لله. شكرا شيخ راشد، أبقاك الله ورضي عنك. ولكن يا حبذا على الأقل في هذه الحالة لو أنكم في عوض يعني الكريموجين علاش ما تستعملوش خراطيم المياه لتفريق المظاهرات؟ وانا متاكد من موقعي هذا كتوفيق العبيدي، متاكد للمحتجين باش يتجاوبوا مع الامن بكل ايجابيه. وكما سمعنا اذا حضرات النظاره ونظرات راي الشيخ راشد الغنوشي، هيدخل نشوفوا المعاناه اليوميه لاحد المواطنين في ظل انقطاع الماء. تو هكا يا رسول الله، تو هكا قصر الرئاسه يتقص عليه الماء في طنبك الصيف. الله يهديك يا حماتي. راني باش نشعل. الو، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. قل لي وينو سي حمادي؟ شنو يدوش؟ صح عليه.
اسمعني نقول لك بكل محبة وبكل معزة وبكل إخلاص. بعد ما يكمل قل له كلمك المرزوق وقال لك اطلبني. قل له كيف يكمل يطلبني. قل له كيف يكمل يطلبني. قل له كيف يكمل يطلبني. قريب 88 سخانة في القصر. الو السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صح دوش يا سي حمادي. تو معقول يا سي حمادي هكا؟ تو معقول يقصوا علي الماء في القصر؟ شنو هذا؟ ولينا نلعبوا تو. والله ماك تعرف يا لو مسيو لو منصف لو مرزوقي بكل ديمقراطية الشعب يلزمك كرئيس تحس بمعاناة المواطنين ويقص عليك الماء كيفهم بالضبط. والله بكل ديمقراطية الشعب. بالله هكا يا سي حمادي ربي يهديك ربي يهديك. كيفاش انا توا لا ندوش الحجم لا حيطير؟ هذا بصراحه مش معقول ماهوش معقول. هذه هي القطره التي افاضت الكاس. والله بالنسبه للحيه انا ما يقلقنيش كان تخليها، ولكن كان عندك قطره افاضت الكاس تنجم تستعملها الماء نتاع الكاس اللي تحجم به اللحيه نتاعك. ولكن بكل ديمقراطيه الشعب الماء ماني باش نرجحه لكم كان ما تنحي علينا انت وجماعتك فكره النظام الرئاسي وتمشيوا معنا في فكره النظام البرلمائي. هو والله ما نحبش البرلماني اما نحب البرلمائي. هو والله برلمائي. إذا حضرات النظارة ونظرات كما الحكومة قصت الماء، نحن هوني الإخوان في الحافلة قالوا لي قص الحصة نعدي ومضة إشهارية ثم نعود. إذا حضرات النظارة ونظرات كما يقولوا الراجل بكلمته والحجار يموت في الليل، قلنا سنعود وهنا عدنا. وما زلنا كذلك في مشكلة قصان الماء، لكن الغريب في الأمر باش ما نقولوش عجيب، إلى جانب المواطنين اللي خرجوا يحتجوا على قصان الماء فما كالعادة مواطنين خرجوا ضد الاحتجاج هذا وساندوا الحكومة على القصان هذا، وكذلك عملا بمبدأ زيد الفرينة زيد الماء. ومعنا مواطن من المواطنين هذوما اللي خرجوا يساندوا في الحكومة. أخويا المواطن مرحبا بيك، ولو كان تفسر لنا علاش فرحان بانقطاع المياه؟ يا ودي انا مشني فرحان، انا قصيتي ومقسيمة ودي خاطر ربي ظاهر حق ونصر حكومة ذي. عجيبة اخي المواطن باش ما نقولوش غريبة، ما فهمت شيء. لو كان تفسر لنا واذا ما تحبش وضح لنا كيفاش الماء قص وانت تساند في الحكومة. يا ودي ما اول ما جات الحكومة قالوا الحكومة هذه باش تقص علينا بيرة. اودي لي انا خويا بيرسونيل ما معها الحكومة ذي قعدت خايف اما قصت الماء فرحت. يا حكومة قص مية مدام حكومة شرعية. يا حكومة قص مية مدام حكومة شرعية. ام معارضة ام مبوزة تجم تشرب مدبوزة. يا معارضة يا ام مبوزة تجم تشرب مدبوزة. ننتقل إذن حضرات النظارة والنظرات إلى أخبار الرياضة مع أخبار الميركاتو واستمرار التسابق والتلاحق بين الجمعيات للفوز بخدمات أحسن اللاعبين. اسمعني عايش بنتي برايت لي الديريكتور كوميرسيال. سامحني سي حمدي أما عادش يخدم معانا راهو. وعلاه؟ ما هو سيء عاد شريه سي سليم الريحي. خلطت لي الشركة زاد الحكاية باهي عيط لي للشيف بيرسونيل. ليه سي حمدي حتى هو مشي يخدم مع سي سليم. هو اختر هذا. اسمعني عيط لي الخدامة الكل باش نعمل بهم اجتماع، الناس الكل يتلموا بعد ساعة. كيف سي حمدي الخدامة الكل مشاو يخدموا عند سي سليم الريحي. استغفر الله يا ربي الحكاية كبرت وراسي وجعني. برا عايش بنتي عملي قهوة برا. ولا من نجم سي حمدي البن الكل شريه سي سليم الريحي. ملا مشكلة هذه وكسب بنتي ما زلت معايا. ليه سي حمدي انا سي حمدي جبت لك الاستقالة نتاعي من غدوة باش نولي مع سي سليم الريحي. ملا مشكلة هذه طلعت لي. Il y a certaines choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a سليم الريحي. إذا حضرات النظارة والنظرات ذكروا كذلك اللي لاعب زهير الدواذي ربما الذوادي انضم لفريق إيفيون الفرنسي وعقد ندوة صحفية ناجحة بشهادة الفرنسيين، واحنا تمكنا وعرفنا سر نجاح الندوة هذه إذ أنه الذوادي عمل دروس في اللغة الفرنسية قبل ما يسافر، وهذه صور حصرية. هو والله اوزي معي الصبورة يلا. لو حكم يا محايد. هو والله عاود. لو حكم محايد. هو والله صحيت. هاي عاود معايا. موا ici pour gagner. هو والله moi ici pour gagner argent.
هو والله عاود معايا بور غانيي لي تيتر لا شامبيونا اي لو كوب. اش قلت يا سي حمادي؟ اش معناها شامبيونا؟ وش معناها كوب؟ هو والله عاود واش يهمك، تبعني انا تربح. زعما سي حمادي زعما كي نحكي مليح هكا ما كونيش. هو والله يتهنى يا زهير، هو والله يطمئن، المهم تخدم وتراجع دروسك. هاني انا يكرككوا فيا وحد ما نجم يخلط لي. هو والله كما يقولوا لو جبل اي لو ما يهزوا له ريح. هو والله هو والله إذا حضرات النظارة ونظرات هكا نكونوا وصلنا لنهاية حلقتنا. ملتقانا في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.